بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده ان شاء الله هيكون رد على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الخطاب اللي عمله في مولد النبوي الشريف. طبعا احنا بنعتز جدا بفخامة الرئيس، وعارفين ولا ننسى ان هو كان سبب رئيسي في نجاة مصر من حكم المتاجرين بالدين ونجاة الاسلام من المتاجرين بالدين، وان احنا الحمد لله على الاقل بنأمن على أهلنا وعلى ذوينا من القتل ومن التشريد ومن السبي والألفاظ اللي ممكن يقولوها. اللي دعاني ان انا اتكلم النهارده ان انا بعد اذن يعني فخامته انا هرد عليه في كام نقطه عشان يعني يبقى واضح برضه، يبقى هو حملنا مسؤوليه. بيقول ان هو هيتسال قدام ربنا واحنا هنتسال قدام ربنا، فعشان هنتسال قدام ربنا انا احب اوضح له شويه امور لعل ان هي تبقى لصالح البلد ان شاء الله. وطبعا كلامي لا يعني انا بقول ان كلامي وبدعي ان كلامي بيدل ان انا مش نقد له، ولكن هو تصحيح لمسار معاه، يعني بنديله راي وراي اخر لعل الراي الاخر يكون افضل في توجيه السياسه. يعني ابقى عارف الراي الاخر ايه، وممكن انا بقى ابقى ساعتها اخطط. هقولها على نقاط وعلى حلقات. في اول حلقه انا احب اتكلم فيها بعد اذن معاليك، يعني بعد اذن فخامتك، اللي هي حكايه ان حضرتك بتقول ان انت لن تسمح بان يد تمتد على ال 90 مليون اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلك رئيس عليهم. حضرتك للاسف يعني معلش انت بتتكلم من يمه واحده، وهي يمه ان الاعتداء او القتل او العنف يعني هي عقيده عسكريه، فالعقيده العسكريه بتبقى دايما الجيش بيحمي البلد من العدوان الخارجي. في العدوان الخارجي عاده بيبقى قتل وتخريب وتدمير وما الى ذلك وانفجارات. لكن حضرتك معلش الشق الثاني اللي احنا بنركز عليه او بيهمنا كمصريين وكشعب عادي خالص، اسمح لي حضرتك يعني ان اللي بيدخل مسرطنات بيعتدي عليا، اللي بيعتدي عليا مش بيعتدي عليا بيضربني بايده بس، لا، في وسائل اعتداء على الشعب، على 90 مليون، وبتحصل حاليا، وللاسف ما حدش بيقدر يعمل معاهم حاجه، لان هم مش بيفجروا، ما بيضربش قنبله ومش بيضرب طلقه ومش بيقتل واحد ومش بيضربه او بيعنفه، لا، في اشكال ثانيه للانتهاك وللانتهاك حرمه البني ادم وللاعتداء على 90 مليون، وبتحصل يوميا. ولكن حضرتك هتبقى المسؤوليه في رقبه حضرتك لو سعادتك ما اخدتش فيها موقف. وهو لما يدخل مسرطنات وتيجي تبص تلاقي الناس يصابوا بامراض ربنا هيسال حضرتك عنها. لما تيجي ناس يرموا في النيل مخلفات مصانع وتجيب للناس فشل كلوي ربنا هيسال حضرتك عنها. لما تدخل طبعا حضرتك بالاجهزه، لان حضرتك على راس الاجهزه، لما تدخل اساطر مستعمله قبل كده وممكن تجيب ايدز او ادويه بتتعمل تحت بير السلم وتهلك الناس وصحتهم، برضه ده من نوع من انواع الاعتداء على 90 مليون وحضرتك هتسال عنهم. لما يجي واحد احس ان هو يغتصب حقي في حاجه او مالي ويسرق مال الدوله، فده من برضه من الحاجات اللي هو العدوان على 90 مليون، وحضرتك هتسال عنهم. يعني عايز اقول ان مش المنظر الوحيد للاعتداء هو الاعتداء باليد او بالسلاح. الاعتداء ممكن اعتداء على حرمه البيت، ان انا ممكن ادخل مناظر في التلفاز واشوف عنف بين المذيعين والقنوات والشتم والسب وانا اسف في اللفظ، يعني الحاجه اللي ممكن تبقى فيها ستات وعري وانتهاك لحرمه الدين وخدش للحياء، ويدخل بيوتنا، وده اعتداء على 90 مليون. لما دول يتركوا في الفضائيات يعيثوا في الارض فسادا بيبثوا افكار سامه ويحطوها للشعب، ده تدمير لاخلاقيات الشعب، ده اعتداء على 90 مليون. فشكل الاعتداء اللي حضرتك لن تسمح به حضرتك اتكلمت عنه، وهو المفروض الاعتداء من الارهاب. ولكن هناك من الارهاب انا بعتبر ان هو شكل واحد من اشكال الفساد، وهو الفساد الديني. فهو فساد عقائدي. راجل مش متخيل ان الجنه يوصل لها لو هو بيقاتل الكفار او يتعبد الله. هو بيتعبد الله بقتل المسلمين وفاكر ان ده هيدخله الجنه، فاكر هو لما فجر عسكري الجيش او فجر واحد شرطه يبقى دخل كده، يعني راجل يعني دخل الجنه. فده فساد عقيده. لكن في انواع ثانيه من الفساد ادت الى هذا الفساد. في فساد في المالي،
ناس بقوا فقر وفقر مدقع، والتانيين بيتنعموا بالسرقه اللي هم سرقوها، والفقير ده ابتدى ما لقوش حد يحنوا عليه، فابتدى يتجه لطريق الارهاب، لان الارهابيين بيدوا له فلوس وبيهتموا بيه ظاهريا وحاجه من هذا القبيل. فده فساد، اللي هو السريق الحرامي فساد. لما يبقى واحد عايز يحط ابنه في مكان معين، ويجي واحد وهو حقيق به، ويجي واحد تاني ابن واحد في سلطه او واحد واسطه ويبتدي ياخد ده مكان ابنه، يبقى ده فساد، وده اعتداء على ال 90 مليون. عدم وجود عداله اجتماعيه ده اعتداء على 90 مليون. حضرتك يعني ما دام حضرتك اتكلمنا في الموضوع ان حضرتك لن تسمح بان حد يعتدي على 90 مليون، لا، اشكال الاعتداء كتيره وموجوده، واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان حضرتك تنتبه للفساد. احنا ما شفناش رئيس جامعه خد فلوس من الصناديق الخاصه، او واحد من عمل البترول زي سالم ده واتمسك واتعاقب. احنا بنشوف كله بيطلع براءات، والاخر خالص بنتكلم معاهم في فلوس ان هم يدفعوا فلوس ويعملوها. طب انا كبني ادم عادي خالص واجي ابص الاقي ممكن رئيس جمعيتي مثلا يكون بياخد فلوس ويطلع براءه، يا عم ادفع فلوس انت عملتها اللي ظبطت. طب انا اعمل زيه بقى؟ المسائل بتبقى كده. الفساد يؤدي الى فساد، وترك الفاسد بيزيد من الفساد. بالعكس بيخلي النفس تطمئن، كثره العين ما بتشوف الفساد بيخلي القلب يطمئن للفساد، وده في حد ذاته اعتداء على 90 مليون. ارجو من حضرتك انك انت تخلي في عقيدتك ان من الاعتداء على 90 مليون هو الاعتداء بالفساد، فحارب الفساد عشان نشوف صوره حقيقيه لمحاربه الفساد. وان شاء الله في حلقات تانيه لنفس الخطاب. شكرا جزيلا.